السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. زي ما عودناكم ان احنا نتابع معاكم دايما كل جديد. تعالوا بقى النهاردة ناخدكم في جولة في منطقة ابو قير في شرق اسكندرية. طبعا كنا تابعنا معاكم قبل كده في شرق اسكندرية وقلنا ان في مشاريع كتيرة بتتعمل هنا، ضمنها دائري شرق اسكندرية. وكنا في فيديوهات سابقة اتكلمنا قبل كده على مشروع دائري شرق اسكندرية او دائري ابو قير، واستعرضنا معاكم معظم الكباري اللي موجودة في المشروع. تمام، فخلينا النهاردة بقى معاكم في حاجة جديدة. ايه هي بقى الحاجة الجديدة اللي معانا النهاردة؟ هي ان هم نبتدوا يرصفوا طريق الكورنيش الموجود في ابو قير. طبعا ابو قير ما كانش فيها كورنيش قبل كده، ده كورنيش مستحدث. مستحدث ازاي؟ كان البحر هنا بيوصل للعمارات. تمام، يعني معظم الاسكندرانية ومعظم الناس في ابو قير هنا عارفة ان البحر كان بيوصل للعمارات هنا. يعني تنزل من العمارة تلاقي البحر قدامك، لكن دلوقتي حاليا بيتم رصف الطريق. بصوا الطريق اللي قدامنا ده، ده كله جديد، ده كله ردم في البحر. يعني احنا الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده كله ردم في البحر. المية كانت بتوصل للعمارات اللي على شمالنا دي، لكن حاليا بيتم رصف الطريق. ده تصوير قديم اللي قدامنا ده، كنا صورناه قبل كده في فيديوهات سابقة. تمام، فتعالوا نشوف بقى بعد ما ابتدوا يرصفوا الطريق. طبعا كلنا عارفين ان اسكندرية ما كانش فيها غير كورنيش واحد، اللي هو من اول بحري لغاية سور المنتزه. ده الكورنيش المتعارف عليه في اسكندرية. اما اللي قدامنا بقى دلوقتي ده كورنيش جديد، لسه مستحدث، لسه جديد. زي ما احنا شايفين كده، خلاص ابتدوا يرصفوا الطريق هنا، وهيبقى ده كورنيش جديد موجود في اسكندرية في منطقة ابو قير. وكمان خلينا نشكر استاذ ياسر، قناة ياسر هيروح فين، هو بصراحة اللي مدنا بالتصوير اللي قدامنا ده. تمام، لان هو كان اول واحد جه وصور في المنطقة هنا بعد ما تم الرصف او تم بدء الرصف زي ما احنا شايفين. تعالوا نكمل هنا ونشوف كمان الكوبري اللي داخل البحر اللي حاليا بتنفذه شركة المقاولين العرب. وده طبعا كوبري من ضمن مشروع دائري شرق اسكندرية او دائري ابو قير. وطريق الكورنيش اللي قدامنا ده هيخدم برضو المشروع بتاع دائري ابو قير. تعالوا نعرف ازاي ونجيب الخريطة ونتكلم شوية عن المشروع بتاع دائري ابو قير. ادي بقى الكوبري اللي قدامنا، الكوبري بتاع البحر، في جزء منه بري وجزء منه بحري زي ما احنا شايفين كده قدامنا. ده يعتبر تاني كوبري بيتعمل في اسكندرية داخل البحر. طبعا اول كوبري كان كوبري ستانلي، بس ده كوبري صغير شوية، او وصلة كانت صغيرة شوية، لكن ده كوبري اكبر بمساحة اكبر من كوبري ستانلي. تمام، زي ما احنا شايفين بقى الكوبري اهو هيعدي من داخل البحر. تمام، هيخدم بقى ايه؟ الكوبري ده رقم واحد. طبعا دائري شرق اسكندرية 7 كباري، الكوبري ده رقم واحد. تمام، اللي هو بتاع البحر ده رقم واحد. عندنا بقى رقم 2 اللي هو بيعدي من فوق شارع 25. عندنا رقم 3 ده اللي موجود في وصلة المعمورة، بيسلم. انت لو جاي من وصلة المعمورة على طول بقى من غير يوتيرن هتخش على الوصلة بتاعة المعمورة وتودينا على الإصلاح. وعندنا كوبري رقم 4 ده اللي داخل برضو في وسط الزراعة هناك، بيسلم على كوبري 5 اللي هو كوبري الإصلاح. وكوبري 6 ده اللي هو هيعدي من فوق المترو. تمام، كنا قبل كده استعرضنا الكباري دي، تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمة هتلاقوها موجودة عشان تعرفوا احنا بنتكلم على ايه بالظبط. تمام، هنوريكم برضو الخريطة كاملة، الشكل هيبقى عامل ازاي بعد ما نتكلم على الكوبري اللي قدامنا. الكوبري اللي قدامنا بقى ده سواء بقى متجه لمدينة ابو قير الجديدة او جاي من طالع من مدينة ابو قير الجديدة وعايز تروح مثلا المنتزه، عايز تروح وصلة المعمورة اللي توديك المحمودية، كل الكلام ده من خلال الكوبري بتاع البحر ده. مش هتختلط بالشارع يعني او الطريق بتاع ابو قير القديم. تمام، كل ده من خلال الدائري، كوبري بيسلم كوبري. وهنجيب لكم الخريطة بالكامل دلوقتي، هنحطها ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. بس تعالوا نتفرج الاول على الطريق جوه البحر. حاليا شركة المقاولين شغالة زي ما احنا شايفين بقى قدامنا. ادي الكوبري اهو. تمام، وبيتم عمل الاعمدة بتاعته
زي ما احنا شايفين قدامنا. وبيتم عمل طبعا الاعمدة والخوازيق داخل البحر زي ما احنا شايفين. وادي قدامنا ده كده نزلت وطلعت الكوبري في الاتجاه اللي جاي من المعمورة والمنتزه زي ما احنا شايفين قدامنا. في نزلت بقى وطلعت الكوبري من هنا من المنطقة اللي قدامنا دي، هيبقى طريق هيودينا للكوبري اللي هيعدي فوق مترو ابو قير. تمام، بحيث ان انت لو عايز تروح مباشرة لوصلة المعمورة والاصلاح هتروح من خلال الكوبري ده، تعدي من فوق المترو، تنزل هتلاقي فيه كوبري تاني يوصلك للوصلة بتاعة المعمورة والاصلاح. زي ما احنا شايفين بصراحة في مجهود جبار بيتعمل حاليا. قدامنا اهو الكوبري في الجزء البري يعتبر شبه منتهي. تمام اهو بنعمل لكم زوم عليه. اما الجزء البحري لسه شغالين فيه طبعا، لان الجزء البحري بيبقى اصعب شوية من الجزء البري، لانه طبعا بيحتاج تجهيزات كتير عشان البحر والملوحة البحر والكلام ده كله. تمام، ادي زي ما احنا شايفين قدامنا اهو ده الكوبري اللي داخل البحر امام الكورنيش الجديد في منطقة ابو قير. تعالوا بقى نجيب الخريطة الاكبر ونشوف الشكل العام هيبقى عامل ازاي بعد ما ينتهي المشروع ده بالكامل. ادي بقى من الخريطة بيشير اهو زي ما احنا شايفين للكوبري اللي معانا النهارده اللي هو كوبري البحر، ده كوبري رقم 1. اما كوبري رقم 2 اللي هو توسعة الكوبري القائم اعلى مزلقان 25 او مزلقان الكلية البحرية. بعد كده هيجي معانا كوبري تقاطع وصلة مينا ابو قير مع وصلة المعمورة، ده كوبري رقم 3. كوبري رقم 4 اللي هو كوبري تقاطع وصلة المعمورة مع الطريق الدائري الجديد. كوبري رقم 5 اللي هو كوبري تقاطع وصلة المعمورة مع طريق ملك حفني، اللي هو الكوبري القائم حاليا كوبري الإصلاح، ده اللي انتهى بالكامل وشغال حاليا. أما الكوبري بتاع مزلقان المعمورة ده اللي هيعدي من فوق مترو أبو قير، ده لسه شغالين فيه. تمام، كده مجموعة الكباري بتاعة الدائري. وزي ما احنا شايفين ده الطريق قدامنا اهو بالكامل، هو عبارة عن كوبري بيسلم كوبري لغاية بقى النزلات والطلعات على حسب اتجاهاتك. هيبقى عايز تروح مثلا مدينة أبو قير الجديدة، عايز تطلع من مدينة أبو قير الجديدة، عايز تروح المعمورة، عايز تروح المنتزه، عايز تروح وصلة المحمودية أو وصلة المعمورة اللي توديك المحمودية. كل ده هيساعد في المنطقة هنا. أبو قير كان في الاول ما كانش ليها الا طريق واحد، هو طريق ملك حفني، هو الطريق الوحيد. لذلك ابو قير دلوقتي فيها ازمه كبيره بسبب طبعا ايقاف قطر ابو قير، وشغالين دلوقتي في مترو ابو قير. فعشان كده كان لازم يبقى فيه طرق بديله للخروج والدخول لابو قير. تمام، فعشان كده اتعمل الطريق الدائري اللي قدامنا ده، لان ابو قير ما كانش ليها مخرج غير شارع ملك حفني، ياخدك من ابو قير يوصلك لغايه الكورنيش. مثلا عايز تروح المنتزه، عايز تروح المعموره، عايز تبتدي بقى تمسك الكورنيش، هو طريق الملك حفني مفيش غيره. تمام، لكن اصبح دلوقتي في طريق دائري هيوصلك بكل سهوله وسلاسه لداخل او خارج ابو قير، وخصوصا كمان مدينه ابو قير الجديده زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا على قد ما بنقدر بنحاول نوصل لكم كل جديد بيحصل في اسكندرية، سواء مشروعات او احداث او اي حاجة جديدة بتحصل في اسكندرية. وكمان متابعين معاكم مشروع مترو ابو قير، ومشروع كمان تطوير الرمل اللي هيبدأ في خلال الايام اللي جاية باذن الله. نتمنى نكون بنقدم لكم حاجة جديدة ومفيدة. تابعونا دايما على قناتكم معلومة وريفيو، هتلاقوا كل جديد عندنا باذن الله، سواء مشروعات او اماكن ترفيهية واماكن سياحية. وكمان محضر لكم جولة ان شاء الله في الاقصر واسوان، وهنشرح لكم ازاي ممكن تروحوا الاقصر واسوان لوحدكم بدون شركة سياحة، ازاي تقدروا تحجزوا القطر، ازاي تحجزوا الاقامات هناك. كل ده هنشرحه لكم باذن الله في جولة مفصلة في فيديوهات جاية كتير. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.